السلام عليكم متتبعي قناتي، معاكم نسرين. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة غريبة بزاف اللي وقعت ليا في السوق. صراحة ما كنتش متخيلة نعيش موقف بحال هذا واخا نقول لكم ما غاديش تصدقوا اللي وقع ليا. وقبل ما نبدا الحكاية ديالي بغيت نقول لكم إلا عجبتكم قصتي وما بغيتيش يتعاول بحال هادشي مع أي وحدة من البنات، دعموني بلايك واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وخليوا لي في التعاليق واش سبق لكم تعرضتوا لموقف بحال هذا وكيفاش تصرفتوا. السلام عليكم أحبابي، معكم نسرين. اليوم جبت لكم واحد القصة غريبة بزاف وقعت لي في السوق. ما عمرني كنت نتخيل نعيش موقف بحال هذا، وصراحة بقى مأثر فيا حتى دابا. نهار عادي بحال أي نهار، قلت نخرج للسوق نشري الخضرة باش نوجد الغدا. خديت السلة ديالي وخرجت، وانا في طريقي كنت فرحانة كنغني شوية مع راسي، ما عندي حتى هم. دخلت للسوق الزحام كالعادة، الناس طالعين هابطين، ريحة الخضرة، الصوت ديال البياعة كيعيطوا: ها الطماطم، ها الزوين، البطاطا رخيصة، اللوبيا ها هي. أنا كندوز كنشوف شنو خصني، وعيوني طاحت على واحد مول الخضر كيشوف فيا بنظرات ما مريحتنيش. في الأول قلت يمكن غير كيصادف عينيا، ماشي مشكل. بديت نتقدى عادي، نشد شوية ديال الطماطم عند وحدة مولات الخضرة اللي كنعرفها. سولتها: شحال الكيلو على لا؟ قالت لي 12 درهم، وخديه راه زوين. بقيت نهضر معاها شوية ونسولها على الغلة، حتى داك مول الخضر اللي شافني قبل بدا كيقرب عندي. فجأة بلا ما نشعر شدني من يدي. أنا تصدمت وتخلعت وقلت له: اش كدير؟ خلي يدي. ولكن هو زاد كيبان عليه كيبغي يتبسل عليا، قرب مني وبدا يقول: انتي زوينة بزاف وخاصني نهضر معك، وبغى يقرب باش يبوسني. هنا الدم تجمد في العروقي، حسيت بالخوف والقهر في مرة واحدة. أنا بنت الناس جاي للسوق نتقدى، ماشي نتعرض للفضايح. جبت يدي بقوة وزعقت عليه: حشوم عليك، واش ما عندكش بنت ولا أخت؟ الناس اللي كانوا حدايا بداو كيشوفوا، شي وحدين ضحكوا بحال لا فرجة، وشي اخرين بقاو ساكتين وكأن ما كاين والو. واحد المرأة كبيرة سمعتني كنغوت، جات عندي وقالت لي: بنتي ما تبكيش، اللي دار هاد الشي ما راجلش. واحد الراجل كبير يمكن في العمر ديال با جا وزجر داك مول الخضر وقال له: عيب وعار عليك، السوق ماشي بلاصة للتبزليت. داك اللحظة حسيت بشوية ديال الشجاعة، ولكن كنت مازال كنرتعش. هو بدا كيضحك بحال الا دار شي حاجة عادية وقال: اش درت؟ غير لعبة وصافي. هنا انفجرت وغوت عليه قدام الناس كاملين: أنا ماشي لعبة ديالك، وأنا ماشي من النوع اللي يسكت. منين سمعوني الناس بداو شي وحدين يعاونوا ويهضروا معاه، ولكن الصدمة الكبيرة أن بزاف منهم غير تفرجوا وضحكوا وما داروش حتى مجهود باش يوقفوه. من بعد مشيت عند مولات الخضرة اللي كنت كنهضر معاها، قلت ليها وانا عيني عامرين بالدموع: لا شفتي اش وقع؟ واش معقول نبقى نجي هنا ونتعرض بحال هكا؟ هي مسكينة عنقاتني وقالت لي: بنتي ما تبكيش، حنا دابا كاملين معاك. من بعد داك الموقف خرجت من السوق وانا رجليا كيرتعشوا. في طريقي للدار كنت غير كنخمم: علاش بعض الرجال ما كيحترموش البنات؟ علاش كيشوفوا السوق بلاصة باش يبداو يتبسلوا؟ داك النهار ما قديتش ناكل حتى الغدا، بقيت غير كنخمم ونبكي. حتى منين جا راجلي حكيت ليه اش وقع. هو تزاد فيه الغضب وقال لي: كون كنت معاك كون وريتو اش كيوقع لواحد بحالو. ولكن انا جاوبته: المشكل ماشي غير في واحد، المشكل في العقلية ديال بزاف اللي كيسكتوا وكيتفرجوا وكيدخلوا الموقف بحال لا فرجة. من داك النهار وليت ما كنمشيش للسوق بوحدي، ولا كيمشي معايا راجلي ولا شي وحده من صحاباتي، وبقيت عايشه بهذا الخوف حتى ولا عندي كابوس كل ما نتفكر السوق.